ما هو التوكل؟ التوكل أن تؤمن بأن لك وكيلا يقوم لك بمهام أمورك، بدليل ان الشيء الذي لا تقوى عليه تقول ايه انا وكلت فلان يعملون، ولما توكل تقعد مطمئن تقول لا ما انا موكل فلان، يبقى في قضيه كلها لبخ ومش عارف يقول لك ما انا وكلت محامي. يبقى اذا معنى يتوكلون ايه؟ يعني يكلون امورهم على من ائتمنوه على ايه؟ على امورهم وعلى مصالحهم. الحق سبحانه وتعالى خلق الكون وخلق فيه أسباب تؤدي إلى مسببات. الأسباب والمسببات، الأسباب مقدمة والمسببات النتيجة، وبعد ذلك ترك أمورا ليس فيها أسباب إلا أن تلحظ دائما المسبب وهو الله. فكل أمر يعز عليك في أسبابه إياك أن تيأس من أنه لا يحدث. قل لا، تلك هي قضية الأسباب، أما أنا فلي إيه؟ رب خلق الأسباب ويخلق لي النواميس. الناس تخلط بين عمل جوارح وعمل قلوب. التوكل عمل قلب. يظن الناس ان التوكل انك لا تعمل، يقول انا متوكل على الله، نقول له لا، التوكل مش عمل جوارح، التوكل عمل مين؟ قلوب. ولذلك المؤمن الذي استقبل منهج الله كله الاسباب والمسبب الاعلى يقول الجوارح تعمل والقلوب تتوكل. يعني الجوارح تحرث الارض وتختار البذرة الطيبة وتنشرها في الأرض وبعدين ترويه وتتعهدها وكل حاجة، دي اسمها ايه؟ الأسباب. وبعد ذلك لا تركن إلى الأسباب بل نقول فوق ذلك المسبب، لأن من الجائز إن الزرع يخضر له ويعمل ومش عارف الكوز قد كده والسنبلة قد كده وبعدين تجي له آفة من مطر أو حر أو إلى آخره إيه؟ تضيعه. يبقى إذن الجوارح تعمل إيه؟ والقلوب تتوكل. اللي ينقل بقى التوكل إلى الجوارح نقول له أنت توكلت، ما يبقاش توكل، يبقى اسمه إيه؟ تواكل. نقلت عمل الجوارح، نقلت عمل القلب إلى مين؟ إلى الجوارح. الجوارح تعمل والقلوب إيه؟ تتوكل. هنا علشان تعرفوا انهم كذابين اللي يعملوا العمليه دي، ينقل عمل القلب الى الجوارح يبقى كذاب. يجي مثلا ما يشتغلش يقول لك يا عم انا متوكل على الله ومش عارف ايه، تقول له والله انت متوكل على الله ان ما سالتنيش او ما سالت زميلك حاجه انت حر، انما تيجي تسالني حاجه اقول لك لا انت ما خدتش الايه؟ الاسباب، وانت قوي على اخذ المين؟ الاسباب. تقوم تقول له والله لو انت كنت صحيح صادق في كلمه انك متوكل على الله كان ساعه ما جات لك القصعه وفيها عليها حته اللحمه وبتاع توكل على الله ودع القطعه من اللحم تقفز الى فمك. اشمعنى لما جت قدامك شغلت جوارحك وخدتها وحطيتها في بقك؟ يبقى دي تتوكل كذب بقى. يبقى انت توكلت على الله فيما يريحك، لكن فيما يربحك شغلت جوارحك. يبقى اللي عايز يتوكل صحيح يعمل ايه؟ ما يشغلش جوارحه في حاجه. طب افرض ان القطعه اللحمه واحد عملها لي كده ورماها في ايه؟ في بوق. تتوكل ما تمضغهاش، مضغته توكل ما تبلعهاش، لكن انت بتعمل كل ده ولا لا؟ يبقى اذا انت تستخدم جوارحك في الامور التي تريحك وتربحك وما تستعملهاش في الامور اللي ايه؟ الا تتعب. يبقى ده توكل ايه؟ وعلى ربهم يتوكلون. اي لان الاسباب من خلق مين؟ ما هي الاسباب من خلق الله. يبقى انت حين ترى الاسباب ما
انت برضه راجع الى مين؟ الى الله. لكن اذا عزت عليك الاسباب فاعلم ان لك ايه؟ لك ربا. ولذلك قال على ربهم. وما هو الرب؟ الرب هو الخالق من عدم والممد من عدم. وما دام خلقك وامدك من عنده قبل ان يكلفك، قبل ما يطلب منك حاجه خالص، يبقى معقول انه يسلمك؟ يبقى ما يسلمكش. بس خلق لك جوارح، شغل الجوارح فيما خلقت ايه؟ فيما خلقت من اجله. وعلى ربهم يتوكلون. ذلك جاء الحق فقال يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرين. قلنا ان كل نداء يصدر بيا ايها الذين امنوا معناه ان الله يخاطب من امن به ليتلقى عنه التكليف الذي هو فرع الايمان. لم يقتحم الله على احد حركته ليكلفه، وانما كلف من امن به. فلم يأتي ليقول يا ايها الناس افعلوا كذا، قال يا ايها الناس اتجهوا الى الله امنوا به. فحين يخاطب الناس يطلب منهم ان يؤمنوا، وحين يخاطب المؤمنين يطلب منهم ان يعملوا على مقتضى الايمان. اذا فالتكليفات حيثيتها يا ايها الذين امنوا استعينوا. معنى الاستعانة ان امرا في حركة حياتك فاق عن طاقتك وقدرتك، وإلا لو أن كل أمر دخل في مقدورك لما طلبت معونة. متى تطلب المعونة؟ عند عدم القدرة. يبقى لابد أن يوجد لك فعل يستوعب قدرتك. فإذا ما جاء فعل يفوق على قدرتك ماذا تصنع؟ استعن بالقادر الذي لا تنفذ قوته. اذا فهذه الآية لا تيئس انسانا من حركة في الحياة، لا تيئس انسانا من حركة في الحياة، وان يقبل على الاشياء مستعينا بمن خلق الاشياء. ولا تستعين الا اذا كنت به مؤمنا، فلا تكون مؤمنا به وتستعين. يبقى استعينوا بالصبر. كلمة استعينوا دلت على ان هناك احداث ستأتي لتجهد الطاقة البشرية، وكلمة بالصبر يدل على ان هذه الاشياء فيها إيلام وفيها ايه؟ فيها مشقة. كأنه يعد النفس المؤمنة لعملية جهادية كبيرة ستستنفذ طاقة الانسان، وتتطلب المشقة فيها ان يصبر الانسان على ما يلاقيه. فهو لا يمنينا بطريق مفروش بالورود. ان لكم مهمتكم في الحياة انكم اصحاب مبدأ حق، ومبادئ الحق لا تأتي الا حين يستشري الباطل، والباطل حين يرى دنيا الباطل تزلزل من تحت قدمه يحاول جاهدا ان يصد جنود الحق. فستواجهون عنفا، وتواجهون شراسة، وتواجهون مكرا، وتواجهون كيدا. إياكم أن تخوروا، لأن لكم مهمة. هذه المهمة هي إعادة الخلافة للمؤمن في الأرض. وكل الذين حاولوا أن يخرجوا عن ملك الله بمعصيته ستحاربونهم، ولن يسلموا لكم الراية يسيرا، بل سيتكالبون. فكونوا أنتم أشد منهم قوة، واستعينوا بالصبر. الحق سبحانه وتعالى جاب استعينوا بالصبر والصلاة. أما الصبر فهو أن تتحمل لونين من المشقة. اللون الأول أن الطاعة صعبة على النفس، فاستحمل صبرك عليه.
وتتطلب ايضا كف عن شهوة تلح نفسك عليها، فهذه ايضا تتطلب ايه؟ صبرا. يبقى اذا تتطلب صبرا في حالة ايجاب الطاعة، وتتطلب صبرا في حالة سلب المعاصي. فانت في الامرين مطلوب منك عمل ترى انه ايه؟ شق، ومنهي عن عمل ترى انه حلو. يبقى انت تريد كم صبر؟ صبرين اثنين: صبر على مشقة الطاعة لتفعلها، وصبر على ترك المعصية لتتجنب عنها. ولذلك تجد ان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بايه؟ بالشهوات. يبقى انت تريد ايه؟ صبر على المكاره بتاعة الطاعة، وصبر على ايه؟ على الشهوات. صبر على الشهوات اللي انت هتفوتها بالايه؟ بسلب المعصية عنك. استعينوا بالصبر والصلاة. الصلاة قلنا انها هي الركن الاسلامي الذي يدين للانسان اعلان الولاء لخالقه. اعلان الولاء لخالقه. وقلنا ان الانسان المخلوق لله ساعة يجيء كل يوم 5 مرات في حضرة الله، كما تذهب أنت بأي آلة من الآلات لمهندسها كل يوم 5 مرات. ماذا يكون الموقف؟ آلة تعرض على من صممها كل يوم 5 مرات، أيوجد فيها عطب؟ لا يوجد فيها عطب. وأنت صنعة الله. المهندس مادي خلاص، والآلة مادية، فيأتي ليعمل عمل مادي، سلك مش أي حاجة، لكن الله غيب وملكاتك غيب. إذا عمل الهندسي في تكوينك هيبقى غيب. ما تقولش هو عمل فيه إيه. ليه؟ لأنه إيه؟ لأنه غيب. استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. إن الله مع الصابرين. المعية هنا معية إيه؟ معية تأييد، معية نصرة، معية معونة. وقلنا إن أحداث الحياة والمصائب من الأحياء لا يمكن أن تتسلط على النفس إلا إذا انعزلت النفس عن مصدر قوتها. الله يا سيدي. لكن إذا ما ظلت النفس مع مصدر قوتها فلن تتسلط الحياة ولا رجال الحياة على النفس الإنسانية. وضربنا مثل اذكروه جيدا أن الوليد الصغير يؤذيه رفاقه من الصبيان، فإذا ما كان مع أبيه لا يجترئ أحد أن يؤذيه. إذن فما دام الإنسان في حضانة ربه لا يجرؤ حدث عليه أبدا، إنما الأحداث تجرؤ عليك إن انعزلت عن حضانة ربك. بقت قوة حادثة القوة حادثة، إنما قوة حادثة لقوة حادثة في حضن قوة قديمة لا يتأتى أبدا. إذن فلا يمكن أن يتغلب خصم الإيمان على المؤمنين إلا إذا انعزل المؤمنون عن معية الله. فإن أرادوا أن يستديموا نصرا فليظلوا دائما في معية الله. إن الله مع الصابرين. هنا الحق سبحانه وتعالى في سابق ما قلنا أمر المؤمنين أن يلتزموا بالصلاة وبالزكاة. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقلنا إن ذلك كان أمر لابد أن يتجدد حين وجد المؤمنون في دار إيمان جاءوا على اليهود وكانوا أصحاب العلم وأصحاب الاقتصاد، فقال استعينوا بالصلاة لتستمر لكم القيم التي هجرها اليهود، وبالزكاة. وقلنا الزكاة معناها أنه يوجد حركة اتسعت لحاجتك ولحاجة من تعون وزادت، فبذلك لا تحتاجون إلى اقتصادهم. حركتكم في الحياة لتؤدوا الزكاة، ما دام تريدوا أن تؤديها زكاة،
ما دام عايز تريد ان تؤدي زكاه يبقى حركتك تسع حاجتك، وحاجه من تعود وتزيد او لا تزيد؟ تزيد. يبقى اذا اراد ان يصلحهم بالامرين، ولكن الحق سبحانه وتعالى يعلم ان احداث الايمان وخصوم الايمان ستتطلب من المسلمين مشقة عنيفة قد تهددهم في ذواتهم، وتهددهم في نفوسهم، وتهددهم في مالهم، وتهددهم في ثمراتهم، وتهددهم في اموالهم. فاراد الحق سبحانه وتعالى ان يعطي المؤمنين في هذه البيئة مناعة ضد كل هذه الاشياء. فجاء بالصبر وجاء بالايه؟ بالصلاة.